إذا حابين تحضرون أكلة سهلة وسريعة وما تاخذ من عندكم لا وقت ولا مجهود، جربوا هذه الوصفة. وأكيد اللي يخلي وصفتنا مميزة هي التتبيلة. نبدأ بالمكون الأول، راح أضيف 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم. أما بالنسبة للبهارات اللي راح استخدمها فهي الكاري ونصف ملعقة كبيرة من بودرة الزنجبيل، وأكيد ما راح أنسى وأضيف بودرة البابريكا الباردة المدخنة، وأيضا نصف ملعقة من الأوريغانو ونصف ملعقة من البابريكا الخشنة الحارة، و5 أو 6 حبات من الثوم يعادل ملعقة ونصف كبيرة، ونصف ملعقة كبيرة من الملح، ومكعبين مرقة دجاج. أما الزيت فأنا هنا راح أستخدم كوب إلا ربع، وآخر شي راح أضيف كوب من المي. بالنسبة للزيت بنات تقدرون تستبدلونه بالسمنة اللي هو الدهن النباتي، وأيضا تقدرون تستبدلونه بزيت الزيتون. وهيك يكون جهزنا أطيب تتبيلة. نبدأ بالخطوة اللي بعدها. عندي هنا الدجاج، راح أرفع الجلد، أكيد ما راح أستخدمه، وأقطع إلى مكعبات صغيرة وأضيفه للتتبيلة. والمميز بهاي الوصفة تقدرون تستخدمون الصدور أو أفخاذ الدجاج، وأيضا تقدرون تسوون ميكس من الاثنين مثل ما أني مسوية. المعنى تقدرون تستخدمون أي شيء أنتم تحبونه أو متوفر عندكم. ضفت البصل، بعدها راح أضيف 2 حبة كبيرة من الفلفل البارد، و3 حبات من البطاطا اللي هي البوتيتا. هسه هنا راح أمزج كل المكونات مع بعضها. بالنسبة للفرن يكون محمى مسبقا على درجة حرارة 180، النار تكون من الأسفل فقط، والصينية تكون على الرف الوسط. راح ياخذ من عندي تقريبا ساعة ويجهز، وأكيد طبعا فرن عن فرن يختلف. المعنى تراقبون الصينية إلى أن تجهز عندكم. هنا أنا حبيت أضيف الفلفل الحار، وأكيد طبعا هذه خطوة اختيارية، تقدرون تضيفونها وتقدرون تستغنون عنها. هسه هنا بعد مرور ساعة تقريبا جهزت عندي الصينية. راح أرفع ورق الزبدة وأرجعها مرة ثانية للفرن وأشغله من الأعلى. راح تاخذ من عندي وقت تقريبا من 5 إلى 6 دقائق، وهيك يكون جهزنا أطيب وصفة بأسهل وأسرع طريقة. جربوها أكيد راح تحبونها.